للصحفي الكبير الباري عطوان بالمعهد العالي للصحافة والاتصال، وأثيرت من بين ما أثيرت قضية الاختراق الصهيوني، وتحدثنا في هذا السياق عن الدعوة التي يهددون برفعها ضدنا كمرصد مغربي لمناهضة التطبيع، لأننا فضحنا المخطط الصهيوني الساعي لتقسيم والذي يشتغل صباح مساء لتقسيم المغرب إلى 6 دويلات. نشرناها في جريدة الأيام، ونشرنا الخريطة في الصفحة الأولى، وكذلك تكمل هذا مع نشاط أرادوا أن يسربوا إليه صهاينة متسللين مثل سيمون ساكيرا، والنشاط كان سيكون في إطار مهرجان الفنون الإفريقية في أكادير. ولما علمنا بالأمر أوقفنا هذا النشاط، يعني توفقنا بحمد الله أن نضع له حدا، ولذلك جن جنونهم، هددونا برفع دعوة. ونشرت الصحف مثل الصباح، جريدة الصباح لعدد أمس ما قاله بعض اليهود ويقدمونهم على أنهم يهود، ونحن لسنا ضد اليهود المغاربة أو غير المغاربة، نحن ضد الصهاينة. فهذا الذي قدموه على أنه رئيس الطوائف اليهودية في فرنسا المدعو سيمون ساكيرا هو في حقيقته واحد من أهم عملاء الكيان الصهيوني، وهو رئيس ما يسمى بجمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية. وهو قال من ضمن ما قال بأنه يفكر في أن يتعامل معنا على طريقتهم، أي على طريقة الموساد، أي التصفية الجسدية. ونحن نقول له نحن شهداء، وهذه بداية نهايتكم في هذه المنطقة المغاربية إذا سولت لكم نفسكم أن تسقطوا نقطة واحدة من دماء أي مغاربي.